جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله. بص معاي، ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. ايه المطلوب؟ يلا قولوها بصوت عالي. مطلوب ايه؟ فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. يبقى كل اللي عايزه الرب يسوع مننا نعمل ايه يا اخونا؟ توبة، وايه تاني؟ وإيمان. إيمان من غير توبة ما ينفعش، توبة من غير إيمان ما تنفعش، لازم الاتنين. عاوز ترتاح والرب يريح قلبك زي ما بيقول وأنا أريحكم، لازم تمشي في الخط الصح. ايه الخط الصح؟ انك تتوب عن الافكار المغلوطة من جهة المسيح، وتعرف ان مالكش خلاص غير بالمسيح، ومفيش حد يقدر يريح ويفرح الا المسيح. لازم فكرك يتغير. اسمع كده الآية دي: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه. شفت بقى؟ تغيير الطريق، تغيير الفكر، الإيمان بالمسيح على طول يرحمك، يغفر خطاياك. هو أنت علشان تتوب عاوز أكلمك عن جهنم؟ طب وإيه يعني؟ عاوز أكلمك عنها؟ أوصفها لك 100 وصف ووصف وأخليها لك تولع في الاجتماع. بس عارف إيه اللي يحصل لك؟ هتتأثر وترتعش وتتضايق وتصلي ودموعك تسيل، بس ما وعدكش 7 أيام وترجع لحالك زي ما كنت. الخلاص مش بالتخويف. فيش حاجة جابتني للمسيح أنا التخويف. يا ما سمعت مواعظ عن جهنم، ما فيش حاجة جابتني للرب غير المحبة الإلهية. بيحبك، هو ده اللي بيحبك، هو ده اللي عاوز يدخل قلبك وحياتك، هو ده اللي يقدر يغيرك.